بسم الله الرحمن الرحيم. الأيب تعلم القرآن وحفظه. İnkirna Kur'an'ı ve ezberkirnavi. Dedim ki biz daha önce bunu Türkçe kaydettirmişiz. Onun için biz Türkçe okuyoruz. Keyfiyetu tahammülül mushaf. Bunu bile mi? Evet. Yani Kur'an çağa değirten. Kur'an. İnne hifzal Kur'anil kerim fardu kifayetin alel ümme. Ezberkirna Kur'an'ı fardu kifayeta ümmetiye. Eğer ümmet tera kun Kur'an ku çikici vej binine mine tera ku karbin ve Kur'an'ı tsadarkın ortaya gele akwas ezber hep. تنبن تبنى قارب والمعنى فيه يعني يعني برات في يعني في فرض كفاية يعني أن لا ينقطع عدد التواتر فيه يعني جرى قاسي هي تواتر ده أزبركنا قرآن ده نيبري فلا يتطرق له التبديل والتحريف تبديل وتحريف نكبي لكش من نكدي فإن قام بذلك قوم يبلغون هذا العدد أجر بيجي مثلا بين عدد التواتر يجي بين شلحبن بين شلحب أزبر هبن سقط عن الباقي جدني أرتق في فرزي راتبه فرد كفاية وري وقت وري احتياجي بيجي ديتن أرتق إذن تكفي وإلا أثم الكل نوري بتبقنا كاردبن والتعليم هو أيضا فرض كفاية يمكننا قرآن ما بخلقه ذا يمكننا أوش فرض كفاية وأفضل القرب أن عبادته نيزك فضيلته ففي الصحيح خيركم من تعلم القرآن وعلمه قنجوة القرآن أزبرتكن يعني هندكن ورددن هنكرن فهمت كيف؟ رواه البخاري والترمذي وأحمد وأبو داود حديث صحيح. وأما القراءة من الحفظ طابق خندرا أزبر فالظاهر أنها ليست بشرط في عملية التلقي والتعلم. ظاهر نشرت وقت يكمل بقرأ هن بكى وبعلمه بل يكتفى ولو من المصحف من القرآن يجمل القرآن بخوينا بس. ومن المهمات تجويد القرآن. تجويد القرآن شيء أمنية فعني ابن مسعود لأنه قال جودوا القرآن. ها والقرآن تجويد القرآن تجويد شيء إعطاء الحروف حقوقها وترتيبها من حق حرفها بدي خسراوان ورد الحرف إلى مخرجه وأصله كرا حرف كرا مخرجه مرفقين أصله يتشوري وتلطيف النطق به على كمال هيك غير مرخش تلفظ بك فهمت كيف من غير إسلاف يعني 20 ولا تعسف وأوجي نبا بيانشي نبا ولا إفراط ولا تكلف نوا بعشرين نبا برزولمان نبا طبيعي بيخون وش بيخون. وإلى ذلك أشار صلى الله عليه وسلم وصوته صلى الله عليه وسلم بقول من أحب أن يقرأ القرآن غدا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. إيه خوازه قرآن بخوين تازه غد فهمت كي شوها نازل بيه برا قراءة ابن أم عبد بخوين ابن أم عبد ابن مسعود بس. يعني ابن مسعود. وكان رضي الله عنه قد أعطي حظا عظيما في تجويد القرآن خاطو دايجرا بارك مازن تجويد القرآن جرا قش تخن. ومما لا يوجد في قراءة القرآن الكريم ابتدعه الناس من أصوات الغناء تستيكون نجازة خلنا قرآن ده أو أصوات أو وقت بزيك وعشري دريش كرنو أو بين أفياد بنجازة. وقد قال صلى الله عليه وسلم في أمثال قلت مفتونة قلوبهم وقلوب من يعجبهم شأنه. هم قلبي وان فتنة بيه هم قلبي يكون بين مشتك يوان يو ما قوانتي. وكذلك ما يسمى التطريب. تطريب شيء تطريب أوجه مكروه تطريب أن يترنم بالقرآن ويتغنم به فيمد في غير مواضع المد ويزيد في المد على ما لا ينبغي. يعني القرآن هو ترنم بخوينا وك شكل موسيقي ها وتغني بك يتغنم به في يعني وك أساس يتغنم يتجوري أسكري شو عيني بس. نوري بس. صح يتغنى بل كيف يتغنى يتغنى وقت موسيقي تغنم ذي معنى ترى ما ترنم هي واي يعني نغمة يتغنى ده فضا يعني بيبقى بالك فيش تسمع تكلم مزاجي يعني وهذا نغني مية نغمة يعني دنجي كلمة مزاجي تونه ويتغنى ببرياس كده بك يتغنى بش يعني كنت تغني جا قواطي وكمزيكي فيمد في غير مواضع المد ندي دريش كنا دريش بك ويزيد في المد ومداد ذلك على ما لا ينبغي. كي يتغنى بمعنى نغمة تنبى نغمة معناه يتغنى كلمة زكي. وكذلك ما يسمى التحزين مثل التحزين أو شيء أن يأتي على وجه حزين أو قري يكاد يبكي من خشوع وخضوع أو جي نتيجة. ومن ذلك النوع يعني أفيا تدي أنا إنسان خراب بخوينه وبركبه أيديه بخلقي أو يعني فيا ريا. رياضيات. ومن ذلك النوع أحدثه الذي يجتمعون مسج فيايا هنكي شاشتكي هنكي توب تبن تخصنا ورتي فيقرون كل بصوت واحد دنجك تخوين فيقولون في قوله تعالى أفلا تعقلون أفل تعقلون بحذف الألف فلان أفي ب نتيجة.
ليش؟ اشتراط الإجازة من الشيخ. اشتراط الإجازة من الشيخ. مم. شرط يكون يكي إجازة بستينه. مم. لازمة لا تشترط الإجازة من الشيخ في جواز التصدي للقراءة والإفادة. لا شرطه إجازة الشيخ خوجة جائز بنا كمرد ظاهر بكش دستاني دوش وخد خير فايدة بدون. فمن علم من نفسه الأهلية تجاز له ذلك يأخذ جيسان بأهله قره. مم. وإن لم يجزه أحد مركز إجازة ندش. وعلى ذلك السلف الأول والصدر الصالح ذات السلف برئ واب والصدر صالح يعني عالم برئ واب. وكذلك في كل علم هر علم برئ. وفي الإقراء والإفتاء خلافا لما أو الإقراء والإفتاء يدش يعني مم. كأهل به لا لازم يك إلا إجازة دابي. إجازة يجبوك خريستان خرابون يجبوك هركس أو نكا إجازة أساس جيبو. نعم. خلافا لما يتهم الأغبياء من اعتقاد كونها شرطا يعني خلاف الوراء إنك زكاكين نزكي نور أبله مم. ورا الإنسان تكن بين قي شرطنا ورا بيش يعني. وإنما اصطلح الناس إلى الإجازة شو إصلاح شيء بس الإجازة لأن أهلية الشخص لا يعلمها غالبا من يريد الأخذ عنه من المبتدئين ونحوهم لقصور مقامهم على ذلك والبحث عن الأهلية قبل الأخذ شرط بيس. Çünkü şahs çma viya çebiye kaydı مم. icazı. Çünkü ehliyeta şahs yani kaviya ehline ehle galip nizanın ekut xazı jê bigirin. Ji nu dest pê dikin û benzerî wan şu makamê wan kême. مم. Ji viya. Yani nav ne div makamî dane. Welbeht an lehliye qebl el-akhdi şart. Eğer kaviya ehline ehle meriv cemê kî bixwîne berî meriv cemê bixwîne şart e. نعم. نوري فجعلت إجازة كشهادة من الشيخ للمجاز بالهدية إجازة درخصت جبوك برنجرة وكنت نزانه وش كي برسه جبوك بيا إجازة ها فلان كي إجازة ده فلان كي إجازة ده أنت ما كي أهل نبونا نداي أجي أنا مم. فان إجازة نه نه نعم. أنا إجازة أنا برفع اعتباري بيرتونه مم. تبي باشي خلاص وتجيبين هم مزبوط تبركي مم. تبي نزانة بهم مزبوط تبركي. والتعليم على ثلاثة أوجه. تعليم سيجاوجة الأول الحسبة مش بأخذ بيشه ولا يأخذ به عوضا تشكي نقره وهو مأجور عليه طبي وهو يا أتيخ قدر خير تبه وعليه عمل بيخبر ورب. لا مم. نريد منكم إن أجي إلا على الله. إن أجي إلا على الله ورب. نعم. وحتى لا نريد منكم جزاء ولا شكورا مم. يعني حتى تشكر يتخص نورين. والثاني أن يعلم بالأجرة برابده وهو مختلف في اختلاف الأول أرجع الجواز قلنا جائزة يكيف مثلا قال بدارين بتشبكين. والثالث أن يعلم بغير شيء أن يعلم بغير شرط بشرط. مم. فإذا أهدي إليه قبل يكشي داي قبول وهذا جائز من إجماع جطة فيها جائزة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان معلما للخلق وكان يقبل الهدية خلق العلمون هدي يجي مم. بس. نعم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. هدي كبين بالله.